السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. هنعمل النهاردة كيك شوكولاتة، وهنحوله مع بعض لأجمل تورتاية بطريقة سهلة واقتصادية جدا. وهنعمل الكيك بطريقة مفيش أسهل منها، يعني لا هتحتاجي تفصلي صفار عن بياض ولا هتحتاجي لأي محسنات، وبتطلع الكيكة هشة وخفيفة وطرية زي الأسفنج. وهنعمل كمان أحلى وأجمل كريمة بطعم مميز جدا، ومش هتحتاجي في تزيينها لأي أدوات خالص. هنعملها كده بتزيين مناسب لأي ست بيت إنها تقدر تعمله، وبتكون في منتهى الشياكة. يا ريت تحط لايك للفيديو، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية هنحضر الكريمة اللي هنحشي بيها، فهنحتاج لنص لتر حليب، يعني كوبايتين ونص من اللبن أو الحليب. وهنضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، يعني وزنهم 40 جرام. وهضيف كمان معلقتين ونص كبار من النشا وزنهم 40 جرام، وممكن تستبدليها بالكاسترد لو حابة. وهتحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام وزنهم 20 جرام، وانا مستخدمه كاكاو خام اسباني. نكهه الشوكولاته فيه كده قويه ومن الانواع الجميله المميزه جدا. هتقلبي بقى المكونات اللي حطيناها مع بعض لحد ما السكر والكاكاو يدوبوا. وفي المرحله دي لازم يكون الحليب بتاعك بارد او بدرجه حراره الغرفه، علشان لو سخن او دافي هيخلي النشا تتكتل وتكلكع معاكي. وهتاخديها وتشغلي عليها النار، وتفضلي تقلبي لحد ما قوامها يتقل. واوعي تسيبيها من غير تقليب علشان ما تعملش طبقه من تحت او تشيط منك. وما وصلت للقوام ده طفت عليها النار، وضفت لها حوالي 3 مكعبات من الشوكولاته الخام، يعني وزنهم 50 جرام. وضفت لها كمان معلقتين كبار من الزيت، او ممكن مكعب من الزبده، علشان تديها لمعه حلوه. وبمجرد ما تقلبيهم مع بعض هتلاقي الشوكولاته دابت من سخونيه الكريمه. هناخدها بقى ونفضيها ببوله تانية، يعني تكون اوسع علشان تبرد معانا اسرع. وهنغطي وشها بكيس تلاجة او بستريتش راب، علشان وشها ما ينشفش مننا او يعمل طبقة ناشفة على الوش. هنسيبها بقى على جنب تبرد ونروح نعمل الكيك. معايا 2 بيضة، ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني طلعيهم من التلاجة قبلها بوقت. وضيفي عليهم نص معلقة صغيرة فانيليا، علشان تخلي الكيكة ريحتها حلوة وملهاش اي ريحة زفارة. وضيفي عليهم كوباية الا ربع من السكر وزنهم 150 جرام. ويا ريت تكون حبيباته ناعمة، ما تكونش خشنة قوي، علشان يدوب معانا بسرعة. وبالمضرب السلك بقى وهتضرب الخليط كويس قوي، يعني لحد ما لون الخليط يبقى فاتح والسكر يدوب، ويكون بالقوام زي اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. وممكن تعملي الخطوة دي في الخلاط، يعني هيكون معاكي اسهل واسرع كمان. وما شاء الله، ده اللون والقوام اللي قصدي عليه، يعني لون فاتح وتقيل شوية. بعدها بقى هتضيفي نص كوباية زيت زائد معلقة كبيرة كمان، يعني وزن الزيت بيكون 130 جرام. وهنديهم تقليبة مع بعض كده لحد ما الزيت يختلط وينسجم مع باقي الخليط، يعني ما يكونش عايم على الوش. وبعد كده هنضيف عليهم كوباية الا ربع من الحليب وزنهم 160 جرام. وقلبيهم كده تقليبة على الماشي، يعني تقليبة سريعة خالص. وخلاص بقى بعدها نضيف الدقيق. معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق وزنهم 200 جرام. وممكن تستخدمي الدقيق الخاص بالكيك او دقيق لجميع الاغراض. اهم حاجة انك تنخلي الدقيق بتاعك اكتر من مرة، علشان تدخلي فيه هوا فيطلع الكيك معاكي هش وخفيف، ما يطلعش تقيل ومكتوم. وكنت نخلة الدقيق ده مرة قبل كده، ورجعت نخلته مرة كمان وانا بنزله. وبعدين ضفت معلقتين كبار من الكاكاو الخام وزنهم 20 جرام. وضفت كمان معلقة كبيرة هرمية من البيكنج باودر، بمقدار كيس من البيكنج باودر اللي بيكون وزنه 16 جرام. واخر حاجة حطيتها ذرة ملح صغيرة قوي. وبعدين بقى جبت المضرب السلك، وهنضرب لحد ما ندمج الدقيق كويس ويختفي تماما، يعني يكون الخليط ناعم وبقوام مظبوط. فمش عايزين قوام الكيك لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، فهيكون بالقوام اللي انت شايفاه ده. وبحب بقى في الاخر ان اجيب الاسباتولا وانزل اي حاجه موجوده على جوانب البوله، وكمان نتاكد ان مفيش حاجه او دقيق مترسب من تحت، وانه اختلط معانا كويس. وده القوام المظبوط اللي قصدي عليه. هنزل بقى الكيك في صينيه مقاس 24، وفرشت فيها ورق زبده، او ممكن تدهنيها بمسحه زيت او سمنه او زبده وكمان رشه من الدقيق. ولو حابه ارتفاع الكيك يكون ارفع شويه فهتستخدمي صينيه مقاس 26. وبنجيب عود خشبي وناخد الكيك كده داير ما يدور، علشان ما يبقاش فيه فراغات واسعه في الكيك. وفي الوقت ده كنت مشغله الفرن علشان يسخن. بدخل الصينيه على الشبكه في نص الفرن، وبنولعه على درجه حراره 180. والفرن بنكون مولعينه من تحت بس، يعني مش بنولع له الشوايه. هي بتاخد تسويه من 30 ل 35 دقيقه. فبعد نص ساعه تختبريها بخله، فلو طلعت نظيفه بنعرف انها استوت. اما لو لقيتي لسه فيها عجين يبقى هتسيبيها كمان 5 دقايق.
شفتوا قد ايه ما شاء الله الكيكه طالعه طريه ازاي وهشه جدا زي الاسفنج. وبعد ما هديت من السخونه قلبتها علشان اشيل ورق الزبده. اما لو انت مش حاطه ورق الزبده فمفيش داعي انك تقلبيها ولا حاجه، يعني خليها في الصينيه زي ما هي. وحبيت ان احط داير الكيك بورق الفاكيوم، فلو مش حابه تحطيه براحتك، انا بس حطيته علشان الطبقات تطلع معايا مظبوطه اكتر. وبدات ان اسقي الكيك بنص كوبايه حليب، كنت ضايفه عليها معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وممكن تحط برضو معلقه صغيره من النسكافيه بتكون حلوه قوي. وبعد ما سقيتها بالحليب هنسيبها بقى ونروح للكريمه. فانا كنت سايباها على الرخامه وكانت بردت تماما، وشغلت بقى المضرب علشان عاوزه قوامها يكون ناعم وكريمي. وممكن برضو تضربيها على ايديكي بالمضرب السلك، بس ده بياخد وقت ومجهود شويه. وبعد ما بقت ناعمه بالشكل ده، بعدها كده هنحط كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه الخام، وزنهم 80 جرام، يعني بمقدار 5 معالق كبار. ولو مش حابه تحط كريم شانتيه وتكتفي بطبقه المهلبيه وخلاص، فده برضو ينفع وهتكون اقتصاديه اكتر. فده يعني على حسب امكانياتنا والموجود عندنا. بس بصراحه الكريم شانتيه بيخليها كده اطعم وكمان غنيه ومتماسكه اكتر. وبعد ما خلصنا وكانت باللون والقوام ده ما شاء الله، هنبدأ بقى نوزع طبقة الكريم على وش الكيك، وهنسويها كويس جدا. فممكن تسويها بالسباتولا او بالمعلقة او حتى ورقة كوتشين، هتخليها ناعمة وجميلة قوي لحد ما تكون متساوية وناعمة بالشكل ده. بعدها بقى هندخلها التلاجة تتماسك اكتر، يعني قيمة نص ساعة في الفريزر او ساعة في التلاجة. وهنعمل لها احلى جناش شوكولاتة. فهنحتاج ل6 أو 7 مكعبات من الشوكولاتة الخام، يعني بمقدار 170 جرام، وسيحتهم على حمام مائي لحد ما دابت بالشكل ده. وبعدين ضفت لها معلقتين كبار من الزيت علشان تديني اللمعة الجميلة دي. وبعد ما دمجت الزيت معاها كويس، وبعدين هضيف لها ربع كوباية حليب وزنهم 60 جرام. ولازم يكون الحليب سخن، علشان لو بارد فممكن يخلي الشوكولاتة تخرز مننا. وبتكون ما شاء الله زي المراية، شفافة وفيها لمعة مش معقولة. خرجت بقى الكيكة من التلاجة ونزلت عليها بجناش الشوكولاتة. وخلي ايدك سريعة وقتها علشان الشوكولاتة تتوزع بسرعة، وكمان ما تقفش او تتكتل في مكانها، لان سقوعية الكريمة هتخليها تمسك بسرعة. وبعدين دخليها التلاجة او الفريزر نص ساعة كمان علشان طبقة الشوكولاتة تتماسك معانا اكتر. وبدأت ان اشيل الداير بتاع الفاكيوم علشان نزينها مع بعض. فجبت للتزيين معلقة كبيرة من النوتيلا وسيحتها على حمام مائي، علشان بس تكون سهلة التوزيع وما تكونش تقيلة ومتماسكة وما اعرفش اوزعها. وبعدين عملت منها خطوط متساوية بالشكل ده. واخر حاجة بقى للتزيين، هنوزع على الاطراف شوكولاتة بيضة على شوكولاتة غامقة، وكنت بشرهم بالمبشرة وكانت جميلة قوي. وطبعا تقدري تزيني باي شكل انت حباه وتبرزي الفنان اللي جواكي، بس الطريقة دي سهلة، يعني لا احتاجنا فيها لا قمع تزيين ولا اي حاجة صعبة. فالطريقة زي ما شفت واضحة وفي منتهى السهولة والبساطة، فما فيهاش اي تعقيدات. وهبدأ كمان ان اقطعها علشان اوريكوا قد ايه جمال الكيكة من جوه وجمال طبقاتها، اللهم بارك. ما شاء الله، شايفين الكيكة في منتهى الجمال ما شاء الله، طرية كده وخفيفة وهشة، وكمان بتدوب دوبان وانت بتاكليها. احلى تورتايه هتعمليها وابهري الكل بشطارتك، يعني عيد ميلاد ابنك او عيد ميلاد بنتك او اي مناسبة حلوة، فاعمليها وان شاء الله هتكون احلى واجمل واشيك تورتايه من ايديكي. كل حاجة فيها مظبوطة وما فيهاش ولا غلطة، وبألف هنا. وبهدي التورتايه القمر دي لولادنا الناجحين في الثانوية العامة، وألف مليون مبروك. وكده خلاص وصفة النهاردة خلصت، يا رب تكون الوصفة عجبتك. فما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو أول مرة بتشوفيها. أشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.